السلام عليكم. كيف تعمل زخارف الخداع البصري؟ برضه هذه تدخل موضوع الشخمطة مع الهواجيس. بيدك بدون مسطرة تكون تسوي خطوط عرضية بدون قياس وبدون شيء، تقريبا الأبعاد بينهم نفس الأبعاد، قد ما تقدر تخليها تكون متوازنة شوي على أساس النتيجة تكون مرضية، عرضية وطولية. سوينا هنا زي الشبكة، تجي تقريبا بالأول خط نازل من الزاوية وتكمل إلى نهاية الشبكة هذه، ومثلها تحت نفس العملية. المرحلة الثانية بالعكس، ما هو نازل، لا، يلتقي الراس بالراس بالشكل هذا إلى النهاية وتنهيها، وتسوي زي الاتجاه هذه إلى نهاية الشبكة مع الطرف الثاني. بعدين ترجع تسوي زي اللي فوق، اثنين، واحد هنا وواحد هنا، وتسوي تحت زي المرحلة الثانية اللي هي هذه، يعني اثنين نازلات اثنين طلعات، ويستمرون إلى نهاية الصفحة. المرحلة الثانية تجي للأشياء اللي مع الوجه هذه اللي جاية كذا، تعطي هذا اللون رمادي بالشكل هذا. المساحة هذه اللي يكون وجهها على اتجاه اليسار، واللي بعدها زيها، نفس العملية بكل المساحات اللي هذه اتجاهها اللي بالشبكة كلهم، يعني ما هذا الجهة هذه ما تجي اللي بعدها، وهكذا لين تكمل الصفحة كاملة. تسوي واحد، تعدي واحد وتسوي الثاني اللي بعده. الآن نسوي آخر واحدة. إذا سوينا آخر واحدة نجي طبعا لاحظوا أن سوينا كل الأشياء اللي يعني ما جينا هذولي كلهم اللي ملتهم بالشكل هذا، ما هو كذا، هذول نخليهم نعطيهم الآن لون أسود. نبدأ بهذه أول شيء، والباقيات كلها نفس العملية، هذه وهذه واللي بعدها واللي بعدها. اللي اتجاههم على اليمين، وهكذا إلين نصل آخر، لا مو آخر واحدة، نسينا هذه، وهذه آخر واحدة. تقريبا انتهينا الآن. يمكن تلاحظون أعطاني كذا كأنها مكعبات جاي كذا زي درج، زي المكعبات البارزة، فهذه من ضمن أنواع الزخارف المعتمدة. يعني لو تشوفون كتب الزخارف بتحصلون فيها زي هذا. سويت هذه على أرضية مدرسة، أو خططتها وسووها الطلاب مع الأستاذ ناصر العصيمي سنة من السنوات، مدرسة صلاح الدين الأيوبي، وبنزل الصورة إن شاء الله حقتها، وسبق ونزلتها ترى قبل بالبدايات المسابقات حقت الحسابي. لكن هذه تسويها كذا بيدك وانت جالس، يعني ما راح تاخذ منك وقت، نتيجتها حلوة. يعني يسوون أحيانا كزخارف على الجدران، تسوي زخارف على ورقة بتخليها مثلا خلفية أو غلاف البحث الكتاب المدري إيش، كلها تجي بهالشكل هذا.